السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. بفيديو اليوم حخبركم بعض النصائح للمذاكرة في رمضان. بما انه رمضان قرب، كل عام وانتم بخير مقدما. حديكم بعض النصائح للمذاكرة في رمضان، لانه المذاكرة في شهر رمضان بتكون صعبة، لانه الانسان بطبيعته بيكون تعبان وبيكون مرهق، غير كده بيكون عنده دروس، بيكون عنده اختبارات، فالموضوع بيكون جدا متعب على الانسان. فراح اديكم بعض النصائح قد تسهل شوية موضوع المذاكرة في رمضان. بس قبل ما أبدأ لا تنسوا تحطوا لايك على هذا الفيديو، كمان اشتركوا بالقناة بالضغط على زر السبسكرايب اللي موجود تحت، وفعلوا الجرس عشان أول ما أنزل فيديو يوصلكم إشعار. والحين خلونا نبدأ. أول نقطة، وأشوف إنه دي نقطة مهمة جدا، واللي هي المذاكرة قبل الإفطار. في ناس كثير، وده اللي أنا شفته عند الأغلبية، إنهم بيذاكروا بعد الفطور، أو في ناس يذاكروا بعد صلاة التراويح، لأنه في ناس يصلوها في المسجد، في ناس يصلوها في البيت، بس في ناس يقول إنهم يذاكروا بعد الفطور أو بعد صلاة التراويح. وبصراحة أنا الفكرة دي ما أدعمها. بصراحة أنا أفضل المذاكرة قبل الفطور، لأنه حسب المعلومات وحسب الدراسات اللي أخذت إنه الإنسان بعد ما يأكل بيحس بنعاس، وسبب إنه عمليات الهضم بتاخد من طاقة الإنسان، فبالتالي الإنسان بطبيعة جسمه حيحس بالتعب وبالنعاس. ففكرة إنك تبدأ تذاكر بعد الفطور دي فكرة حسب الإنسان، بس أنا صراحة ما أشوفها إن فكرها صحيحة. أفضل وقت للمذاكرة إنكم تذاكروا قبل الفطور. ولو لاحظتوا إنه في ناس بيقولوا لا، قبل الفطور بكون جيعان وما بكون مركز، بس لما تجرب إنك تذاكر وإنت جوعان أو قبل الفطور حتلاحظ إن أنت مخك بيستوعب معلومات أسرع من إنك تذاكر بعد الفطور. فدي أول نقطة. ثاني نقطة، ودي شائعة عند كل الناس اللي بيذاكر واللي بيشتغل واللي في الجامعة، كل الناس عندهم النقطة دي، واللي هي السهر في رمضان. رمضان معروف إنه كل الناس بتساهر فيه، في ناس بتساهر عشان الدراسة، في ناس بتساهر عشان الشغل، بس للناس اللي بتساهر عشان المذاكرة، دي فكرة غلط. إن أنت تساهر لحد الساعة 2 لحد الساعة 3 الفجر عشان المذاكرة في رمضان، دي فكرة غلط 100%. ليه؟ لأنه أنت حط في بالك إن أنت حتروح الدوام اليوم اللي بعده، فأنت على الأقل تكون نايم 5 ساعات. هو أساسا 5 ساعات دي في حد ذاتها مو مش كويسة. أفضل ساعات للنوم هي تكون 7 ساعات، ده أفضل وقت. أقل من 7 ساعات ما ينفع أو مش كويس. ف5 ساعات في حد ذاتها مو كويسة، لكن إحنا حنراعي إنه الدنيا رمضان وإنه عندنا مدارس، فنفترض مثلا 5 ساعات على الأقل تنامها قبل ما تروح المدرسة. ما ينفع ان انت تروح المدرسة وانت مثلا نايم لك ساعة من الساعة 4 ولا الساعة 5 بعدين تروح، او مثلا تنام لك ساعتين. دي فكرة غلط. فانا اقول او انصح كل الطلاب اللي بيذاكروا ما تسهروا لحد وقت متأخر، حتى لو الدروس كانت متراكمة عليكم، لحد الساعة 12 11 يكفي. حتى لو ما خلصتوا ناموا لحد الساعة كده مثلا 4، لما يجي وقت السحور اصحوا وتسحروا مع عائلتكم، بعدين كملوا دراسة. بس فكرة ان انت تكون صاحي لحد 2 و3 دي فكرة غلط، نصيحة مني. عندي كمان نقطة اضافية، دي صراحة انا كنت اسويها رمضان السنة اللي راحت لما كنا في المدرسة، وان شاء الله لو ربنا اعطاني عمر حسويها في رمضان ذا السنة. فحبيت اني اقولها لكم لانه صراحة احس انها فادتني كثير. في مدارس في شهر رمضان يقدموا الخروج شوية، لو الخروج مثلا كان الساعة 2 يقدموه وخلوه مثلا الساعة 12 ونص. فلو انتم من مدارسكم من هذا النوع انها تقدم وقت الخروج ده، في حد ذاته شيء جدا كويس. ليه؟ لانكم اول ما ترجعوا طبعا ما حتاكلوا، في ناس ترجع تنام، بس انا عن نفسي اول ما ارجع احب اني ارتاح شوية، بعدين ابدا بالمواد الادبية اللي هي الدراسات او اللي هي التاريخ، الجغرافيا، التربية الإسلامية. ابدوا بالمواد الأدبية أو المواد اللي انتم تشوفوا إنها سلسة، مو لازم مواد أدبية، لأنه في ناس يحبوا المواد العلمية أكثر. فانتوا ابدوا بالمادة اللي انتوا تحسوا إنها سهلة تذاكروها بسلاسة عادي. ذاكروها في الأول، بعدين العصر أو الظهرية اللي هي مثلا 3 الظهر اخذوا نومة كذا ساعتين وقت ما ترتاحوا، خذوا راحتكم كاملة. بعدين اصحوا وذاكروا المواد العلمية. والناس اللي تروح تصلي التراويح في المسجد طبعا الموضوع هياخد منها وقت أطول من اللي يصلوها في البيت، فلما ترجعوا من صلاة التراويح حيكون عندكم لسه وقت زيادة. فهذا الوقت أنا بصراحة عن نفسي أحب إني أذاكر فيه المادة، لو مثلا اللي عندي فيها اختبار اليوم اللي بعده، أو مثلا أحضر فيها لدروس اليوم اللي بعده.
فده احس انه ده روتين انا سويته السنه الماضيه، وصراحه كثير كان كويس، ما ضغط على نفسي، في نفس الوقت يعني كنت مرتاحه وما تاخرت على دراستي، وما ضغط على نفسي لا في الدراسه ولا في الصيام. فده اشوف انه روتين جدا كويس، وغير النصائح اللي انا قلتها قبل. وبس هذا كان كل الفيديو. اتمنى الفيديو عجبكم. اكتبوا لي بالتعليقات لو عايزيني افكار ثانية عن شهر رمضان اتكلم عنها، ان شاء الله حشوف التعليقات واسويها. لا تنسوا اللايك والسبسكرايب والاشتراك والكومنت. كان معكم آسا. See you at next video. Bye.